أيضا الخوف من فضيحة الاغتصاب. أيضا هذه شهيد نامل. بدأ العنف والعبودية عليها، ومن خلال تحليلات القائد للتاريخ بإرادة المرأة وحرية وفكر المرأة، فكيف كانت منذ القديم ضحية الثورات والحروب. فمنذ الآلاف السنين الفائتة وإلى يومنا هذا، وما زال النضال الذي بدأت به نفرتيتي وعشتار وزنوبي والآلاف من النساء عبر التاريخ مستمرا. ومع انطلاق حركة التحرر البروتستانية منذ 45 عاما وبدأ النضال من أجل تحرير المرأة، فقامت النساء بتنظيم أنفسهن ضمن الحركة في جبال كردستان في الأجزاء الأربعة بريادة أول امرأة بابا ساكنة جانسي، حيث تم إعلان عن المؤتمر الأول في عام 2005 باسم الاتحاد النسائي، حيث كان العمل يتم بشكل سري. ومع انطلاق الشرارة الأولى للثورة في شمال وشرق سوريا، تكاتفت النساء من جميع المكونات الإيزيديات والعربيات والسريانيات وجميع الأطياف الموجودة، وعلى فكر وفلسفة القائد استطعنا تحرير أنفسهن من القيود والعادات والتقاليد البالية التي كانت تطبق عليها منذ سنوات إلى جرائم قتلهن. عدم التمييز والتفرقة في الحقوق والواجبات والمعاملة بين الجنسين منذ الصغر. عدم قبول التعهد من الأسرة في حال وجود أدنى خطر على حياة النساء والفتيات. يعني بعض النساء عندما يمارس عليهن التعنيف فنلاحظ مثلا أنه تلجأ إلى أحد المؤسسات مثلا أو إلى الأمن أو كذا، فأهلها تروح مثلا ويوقعون تعهد إنه خلص نحن مع نحن اجتماعنا هون ليس فقط لطرح القضية، إنما للبحث عن حل المشكلة. إذا مؤسسة الدين ما تحركت ضمن الكومينات، ضمن الجوامع من خلال الخطب، التأكيد هون على دور رجال الدين أيضا، يعني يكون في ورشات عمل مع رجال الدين نناقش فيها الآيات أو الاعتمادات اللي يعتمدوا عليها في قضايا القتل، ومنها يتم توجيهها كل مكان له علاقة بمؤسسة الدين سواء كانت جوامع. دائما